الرجل الذي رفض الموت هو بطل قصتنا لهذا اليوم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير، وياكم أوس من قناة قصصكم. تبدأ أحداث قصتنا في عام 1932 بولاية نيويورك. كانت أكو أزمة كساد كلش كبيرة، ومعظم العوائل الأمريكية بلا منازل ولا عمل، بحيث أنهم فقدوا الرغبة حتى بالحياة، لأن الأزمة الاقتصادية محولتهم إلى درجة الفقر. وبهاي الظروف كانوا الناس مستعدين يشتغلون أي شغلة في سبيل يحصلون على المال، حتى لو ينجبرون يعملون بالنصب والاحتيال. وبهاي الفترة كانت بداية ازدهار العصابات والمافيات اللي انتشرت في معظم الولايات الأمريكية، وبنيويورك تحديدا كان أكو عصابة صغيرة تدير حانة سرية غير مرخصة. وبهاي الحانة كان أكو رجل دائما يتردد عليه بشكل يومي، وهذا الرجال أو العجوز اللي عمره 60 سنة، واللي هو مهاجر من ريف مدينة دونجل بإيرلندا، وعمل في نيويورك كرجل إطفاء لحد عام 1930، وبعدها تم فصله من عمله وكانت الأسباب مجهولة. قد يكون نتيجة تصرف سيء، بس الاعتقاد الأكثر احتمال أنه تم فصله لتقليل ميزانيات مؤسسات الدولة. وطبعا هناك الآلاف من العمال والموظفين اللي خسروا عملهم من نفس الظروف. وهذا الرجل هو مايكل مالوي، اللي راح تسمعون تفاصيل قصته الغريبة والعجيبة بنفس الوقت. كان مايكل يجي للحانة يوميا حتى يشرب الكحول لحد ما يسكر ويوصل مرحلة الإغماء، ويتم طرده بشكل يومي لأن ما كان يدفع الحساب. بالإضافة كان يضايق الزبائن وخاصة النساء المتواجدين بالحانة، ولأنه كان يوصل لمرحلة الإغماء من الشرب مثل ما قلنا، كان ينام على القاع متبول على نفسه، بحيث يضطرون لحمله ورميه خارج الحانة. ولأنه كان رجل متشرد وما يملك بيت، فأكيد ما كان يسبح، وهذا الشيء يخلي ريحته ما تنوصف. بعد ما وصل رئيس العصابة توني مارينو إلى مرحلة نفذ صبره من مايكل وتصرفاته، اجتمعوا ويا رجلين من عصابته وهم دانيال وفرانسيس. قرروا أنه يتخلصون من مايكل، فقعدوا يخططون شلون يتخلصون منه. اقترح عليهم فرانسيس بفكرة أنه يسوون تأمين على حياة مايكل قبل ما يتخلصون منه. واللي ما يعرف شنو تأمين عن حياة شخص، هاي موجودة بالدول الغربية. أي شخص يخلي تأمين على حياته بعد ما يتوفى الشخص، شركة التأمين تنطي فلوس لأهل المتوفي أو للشخص اللي سوى إلى التأمين، وطبعا يكون مبلغ كلش عالي. ولهذا اقترح عليهم فرانسيس هاي الفكرة. وبعد ما يسووا له تأمين، راح يسمحون لمايكل يشرب كل اللي يريده بدون توقف، ولين هو مدمن فأكيد راح يشرب كل شيء قدامه، وهذا اللي يريدون منه، يظل يشرب لحد ما يموت. وبهاي الطريقة يتخلصون منه وربحوا الفلوس اللي راح تجيهم من شركة التأمين. وانضم وياهم نادي الحانة جوزيف مورفي، قرر يشارك وياهم بتنفيذ الخطة. وباشروا العصابة بالفكرة مالتهم، وراح فرانسيس إلى 3 شركات تأمين، وخلى بكل وحدة منها تأمين باسم جوزيف مورفي. نادي الحانة اللي قدم نفسه على أساس هو أخ مايكل حتى يقدر يخلي التأمين باسمه. وكانت قيمة التأمينات اللي 3 بقيمة 3576 دولار أمريكي، واللي يعادل بيومنا هذا أكثر من 74 ألف دولار أمريكي. وطبعا ما حد راح يشك بهذا الشيء، لأن مايكل كان رجال كبير وعمره 60 سنة، بالإضافة إلى أنه سكير، ومن الطبيعي لأي سكير يموت نتيجة التسمم الكحولي، وكانت مجرد مسألة وقت قبل ما يستلمون فلوسهم. ورا ما كملوا كل شيء، راحوا لمايكل وقالوا له: شوف مايكل، الحانة كلها قدامك، اشرب اللي يعجبك وبالكمية اللي تريدها بدون ما تدفع ولا فلس. ومايكل طبعا ما صدق، عباله مات وقعد بالجنة، لأن كان أسعد خبر يسمع بحياته، وحس نفسه طفل ودخل المحل حلويات وكل شيء مجانا قدامه. وهنا بلش بالشرب، كاس ورا كاس. كانت الكمية اللي شربها كافية تقتل عدة أشخاص. بس كان مايكل بعد ما يشرب يطلع من الحانة بكل بساطة، ولا عبالك شارب كل هاي الكمية. واستمر مايكل كل يوم يجي ويشرب، ما كان يشرب إلا الكحول اللي أسعاره كلش غالي. وهنا نفذ صبر توني مارينو وعصابته، لأن بدأ يخسرون أرباحهم من المشروبات، فقرروا يسوون خطة بديلة، وهو تقديم الميثانول أو الكحول الطبي إليه. واللي ما يعرف شنو الكحول الطبي، هو مكون من كحول نقي بنسبة 99.9%، والمفروض إذا شرب أي إنسان القليل منه قبل راح يفقد البصر بشكل سريع، وإذا شرب أي شخص قلاصين منه راح يموت مباشرة. وبطبيعة الحال ما راح أحد يشك بالموضوع، لأن حتى الأطباء ما راح يقدرون يحددون نوع الكحول اللي شربه الشخص والتفريق بين الكحول الطبي والكحول العادي. وبالفعل تم تقديم الميثانول لمايكل، وبعد شرب كمية منه واللي كافية لتقتل عدة أشخاص، ما فقد بصره ولا ظهرت عليه أي أعراض، ولا حتى لاحظ تغيير الطعم. واستمر مايكل لمدة يوما يشرب نفس الكحول، والكمية اللي شربها من الكحول الطبي قادرة على قتل 7 أشخاص. ولكن مايكل بقى بحالة سليمة ولا أثر به أي شيء. وبعد هاي المحاولة الفاشلة بقتل مايكل، انجن جنون العصابة، قرروا يستخدمون خطة بديلة. والخطة كانت تسميم مايكل بطريقة غير مباشرة، لأن إذا سمموه راح ينكشف أمرهم ويبين بالتشريح الجنائي. والطريقة كانت يوكلوه محار فاسد. وإذا ما تعرفون تأثير المحار الفاسد للجسم، أحب أقول لكم يعتبر المحار الفاسد سم غذائي قاتل. وبهاي الطريقة
ما حد راح يسأله ولا يلاحظ شيء، لأن مثل ما قلنا مايكل كان رجل سكير واحتمال أكل محار من حاويات الزبالة، وجابوا له المحار بطبق ويا المقبلات، وبدأ مايكل ياكل بالمحار وقضى عليه، وبعد ما خلص من أكله ما تأثر بشيء، وطلع من الحانة ورجع باليوم التالي وهو بصحة طبيعية. وبعد ما شافه ما متأثر بشيء قرروا يوكلوه شيء ثاني، فجابوا له سندويش سردين فاسد وخلوا وياها بساميرة صغيرة بيها صدى. وبعد ما خلص من أكلها طلب سندويش ثاني، لا وبعد شكر جوزيف النادي اللي سواله سندويش وقال له أنت طباخ ممتاز وأكلك كلش طيب، واقترح عليه يفتح مطعم. وطلع من الحانة وهنا طفح الكيل بالعصابة وقالوا لازم نشوف طريقة جديدة إن هذا الظاهر ب7 أرواح، ورب صدفة خير من 1000 ميعاد أغمى على مايكل أثناء شربه الكحول. قالوا خلي ننتهز الفرصة، أخذوه بالسيارة ونزعوه قميصه وصبوا عليه المي وشمروه بالثلج وانتظروا لحد ما تجمد المي على صدره ووجهه. وبهاي الخطة ما حد راح يشك بيهم. وبعد ما رجعت العصابة باليوم التالي لقوا مايكل بالحانة وقاعد يشرب الكحول، هنا انصعقوا من المفاجأة، وبعد ما شرب واغمى عليه أخذوه وقالوا إذا نجي مرة ما راح ينجي بالمرة هاي. ومن صار منتصف الليل شمروه بالشارع ودهسوه مرتين بسرعة 73 كيلومتر بالساعة، وكانوا متأمنين راح تجي سيارة لخ وهم تدهسه لين بقى بالشارع، ويبلغون عن الحادث وهم يستلمون التأمين ويخلصون منه، وأكيد ما راح أحد يشك بيهم لين راح يقولون سكران وعبر الشارع واندعم ومات. ورا هاي الحادث ب5 أيام ما ظهر مايكل، وبدأوا يسألون بالمستشفيات ومشارح الجثث حتى يشوفون وين جثته، بس العجيب ما لقوا بأي مستشفى ولا بالمشرحة. وبعد ما سألوا بكل مكان عليه وما لقوه، رجعوا للحانة وقعدوا وهم يتساءلون وين راح، وما حسوا إلا بدخول مايكل وبدأ بالشرب. كانت صدمة العصابة كلش قوية لدرجة قاموا يركزون بملامحه لأن اعتقدوا هذا مو مايكل، بس كان هو. طبعا خافت العصابة إنه يكون مايكل بلغ عليهم، فسألوه عن اللي صار، بس هو ما كان يتذكر أي شيء. كل اللي يتذكره قال قعدت لقيت نفسي بنص الشارع وأثر عجلات مرسومة على جسمي. احتارت العصابة شنو تسوي بيه بعد ما سووا كل شيء حتى يموت من شرب الكحول اللي هي كافية تقتل عدة أشخاص، وما مات. وشرب كمية ضخمة من الميثانول وأكل المحار الفاسد والسردين والمسامير وما مات، وخلوه بالثلج وهو عارب ومبلل بالماء، وتعرض الدهس بالسيارات وكل هاي وما مات. وبدت العصابة تخسر مبالغ كلش كبيرة لشرب مايكل الكحول، لأن كان الكحول كلش غالي ويجيهم عن طريق التهريب، وهذا الشيء يكلفهم مبالغ كبيرة ومخاطرة طبعا. فقررت العصابة تخلي خطة تضمن قتل مايكل 100%. وبعد كم يوم أغمى على مايكل كالعادة نتيجة شربه زايد الكحول، واخذوه للمستودع الخاص بالحانة وحطوا منشفة مبلل على وجهه وخلوا جو المنشفة انبوب غاز. وبعد ساعات تقريبا توقف مايكل عن التنفس وفارق الحياة. وبعد ما تأكدوا انه مات راح مورفي شركة التأمين وطالبهم بالفلوس، بس شركة التأمين ما تنطي الفلوس حتى تكمل اجراءات الفحص من تشريح الجثة حتى يتأكدون انه مات موتة طبيعية بدون فعل فاعل. بس بعد تشريح الجثة تبين انه مايكل مات نتيجة الاختناق. وبعد ما شافت شركة التأمين التقرير بدأت تسأل مورفي عدة أسئلة، بس مورفي ما جاوبهم على أسئلتهم وقام يتهرب وبين عليه توتر. هنا شكت شركة التأمين بيه وبلغت الشرطة وتم اعتقال مورفي وحجزته على ذمة التحقيق. وبعد الضغط على مورفي اعترفوا بكل شيء وعلى شركائه وتم اعتقالهم واتهامهم بالقتل مع سبق الإصرار بتهمة الاحتيال. واعترفوا على شريك جديد وهو الدكتور مانزيلا اللي كان يساعدهم ويقدم لهم نصائح طبية في سبيل قتله، ولأن هو ما شارك بالجريمة بشكل مباشر انحكم عليه بالسجن ودفع غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي. أما المجرمين الأربعة انحكم عليهم بالإعدام بالكرسي الكهربائي وتم تنفيذ الحكم عليهم بال5 يوليو من سنة 1934. كانت جريمة مايكل من أغرب الجرائم وأكثرها شفقة. صح كان سكير أو مشرد بس ما يستحق اللي صار به. وهنا خلصت قصتنا لهذا اليوم. إن شاء الله عجبتكم، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ونقول لكم دمتم في أمان الله.